مساء الفل يا جماعه. ناس كتير زي ما شنجان الاي ستار. النهارده معايا عربيتين بتاعه الفئه برضو الاقتصاديه قوي وهي الشنجان الايدو، ومعانا الفئه اللي اعلى من الاقتصاديه الاي دي 4 برو. سيبكم العربيتين، يعني مش هنسمح لسوق العربيات الكهرباء في مصر يبوظ زي البنزين. زي ما رحنا الصين وقلت لكم الاسعار الحقيقيه اللي على ارض المصنع، هقول لك الاسعار اللي هنا اللي بتبيع بيها التجار بتاعت المنطقه الحره في الاردن. هقول لكم الاسعار، وانا انتوا عارفين ولا حد كسر عينيه بحاجه، ما حدش ليه عندي حاجه، وبقول لكم الاسعار. اخطف نفسك لو انت عايز تشتري سياره كهربائيه وتوفر فلوس، اسرع من الصين، اسرع من دبي، ساعه زمن تكون هنا. مش بقول لك انا اجيبها لك، انا بقول لك لم شنطتك يومين، اخطف شنط نفسك وروح اشتري العربيه اللي انت عايزها من المنطقه الحره وهتوفر فلوس. الغريب بقى انا شفت امبارح وانا بقلب كده على الجروبات ناس بتكلمني العربيه الاي دي 4 دي البرو الكروز ال 23 بتتباع بمليون 750. انا عارف ان في ناس هتزعل مني كتير، بس دي حقيقه ولازم تشوفها. لو انا ما قلتلكش الحقيقه دي هتخش تعمل سيرش على الانترنت هتعرف الاسعار الحقيقيه كام. فالنهارده العربيه دي بتتباع عندنا في مصر، وللاسف السبوبه بتاعت البنزين وقفت، فالناس خدت السبوبه بتاعت العربيات الكهرباء. انا مش باجم حد ولا اقصد حد بالاسم علشان ما حدش فهمني غلط، بس دور ربنا من ساعه ما عملنا دوري بعمل محتوى وقدام ربنا اللي انا افيد الناس، فلازم اقول لك الاسعار ايه. اسعار العربيه الاي دي 4 البرو، اصدمهم يا بنوم ولا ما اصدمهمش؟ دوس. في حد بيقول لك ينفع انزل بيها سايقها من الاردن لمصر؟ ينفع طبعا، وينفع كمان الناس عشان برضو فكرتني اللي معاه عربيه معاقين ينفع يجيب، لو معاه جواب ينفع يجيب عربيه معاقين كهرباء. هتوفر ال 14%، هتدفع لك في المينا تقريبا حوالي 7000 جنيه او 8000 جنيه، فانت هتوفر ال 14%. خلينا بس في المصيبه يا عم بنوب. العربيه دي بتتباع في مصر بمليون 750، في الاردن هنا بعد مكسب التاجر عشان نبقى واضحين برضو بسرعه، العربيه دي بتتباع من 29.5 ل 31000 دولار وانت وشطارتك، وبتفرق طبعا حسب الامكانيات. يعني العربيه دي لايت برو ما فيهاش كاميرات 360 وما فيهاش هيد اب ديسبلاي، يعني الهيد اب ديسبلاي مش موجود فيها، فالحاجات دي مش اساسيه او حاجات ترفيهيه، فدي اللايت برو. طبعا كلنا عارفين الاي دي 4. الاي دي 4 عربيه جميله جدا وامتلكتها سنتين في مصر او سنه ونص وما شفتش منها حاجه وحشه. فالعربيه دي موتور 150 كيلو واط، بطاريه 84.4 وبتمشي 500 كيلو ولا بلا بلا الحاجات الكتير اللي احنا عارفينها دي. عربيه عائليه من الدرجه الاولى، عربيه حلوه جدا. تعالى يا ابني خش عليا كده يا ابني، صور العربيه. الناس زهقانه مني، سيبك ما تصورنيش انا، صور العربيه، خش جوه صور العربيه، محدش يزعل مني، انا بقول الاسعار الحقيقيه اللي انا بشوفها. اخطف نفسك يا ابو الصحاب شنطه، روح هات العربيه وارجع بيها سايق، ما ترجعش بالطياره، تمام؟ واسرع من دبي واسرع من الصين، يعني يومين يبقى معاك العربيه زي دي، تمام؟ احنا ما بنعملش اعلان لمعرض ولا بتاع، احنا واخدين العربيتين من المعرض ومش قايلين اسم المعرض حتى عشان ما دفعش فلوس. فدي اي دي 4 برو، تمام؟ فيديوهاتها كتير كده جدا عندي على الصفحه. نخش بقى على الفئه الاقتصاديه اللي هي تحت المليون جنيه. حلو الكلام؟ تحت المليون جنيه. دي شنجان ايدو موديل 2023 الشاسيه البي، عشان برضو الناس وانت بتشتري تبقى عارف ما الاختلاف ما بين الشاسيه البي والشاسيه او شاسيه 22 وشاسيه 23. شاسيه 22 في انتاج ترخيص بيترخص 23، ده مش ينفع عندنا، بيبقى شاسيه ان. لكن شاسيه البي عشان تبقى شايف برضو معايا، شاسيه البي بيبقى بي زي ما انتم شايفين كده، مكان البي دي بيبقى حرف ان، ده 22 علشان وانت بتشتري تبقى عارف موديل العربيه ايه. هيقول لك العربيه 22 تترخص 23 زي البنزين، قول له ما اعرفكش. طيب العربيه دي طولها 4 متر 74، عرضها متر 82، ارتفاعها من الارض متر 53، موتورها حلو جدا 120 كيلو واط، بيطلع عزم 245 نيوتن متر، بطاريه بتاعتها 53 و6 من 10 او 3 من 10. عربيه من الفئه الاقتصاديه بتمشي من 400 ل 430 كيلو زي ما الخواجه الصيني بيقول لك. سعرها في الاردن هنا متجمركه حره، سوري متجمركه تاخدها مترخصه بتنازل بتامين ب 14700 دينار. ومش هقول لكم من عند مين او من معرض مين، لف الحره وهاتها انت مع نفسك، يعني عشان ما نقولش احنا بنعمل دعايه. سعرها في مصر تقريبا او سعرها واصل مصر تقريبا 18، صح يا بنات؟ 18000 دولار صح؟ 18000 دولار 18000 دولار.
واصله مينة نويبع، ومش هقول لك برده من عند مين، لف وهاتها انت مع نفسك. العربيه بتنزل شنطه بتاعتها 540 لتر، عربيه عائليه من الدرجه الاولى، بس مش ما تستناش منها اوبشن وكماليات. يعني لو جينا بصينا على العربيه من جوه هنلاقي برده العربيه واسعه مش صغيره، الخامات مش احسن حاجه، كلها بلاستيك، مفيش اي جلد فيها غير بس الكراسي والكنبه. العربيه ليها نسخه بنزين، ودي الميزه فيها ان هي مبنيه على بلاتفورم من عربيه بنزين الشنجان الايدو البنزين. فانت لا قدر الله فانوس اتكسر، اي حاجه اتكسرت، في الفرامل، اي حاجه، هي نفس العربيه البنزين بالظبط، الشنجان الايدو البنزين. العربيه ما فيهاش مثبت سرعه علشان دي الفئه الميد او الفئه اللي اقل مواصفات او الوسط. العربيه ما فيهاش مثبت سرعه، والشاشه اللي بتنزل في العربيه دي مش الشاشه الاصليه، عشان برضو الناس وهي بتشتري تبقى عارفه. الشاشه اندرويد عاديه، مش شاشه اصليه بتركب لها، والكاميرا اللي بتنزل في العربيه دي مش الكاميرا الاصليه، علشان برضو تبقى عارف وانت بتشتري. العربيه اوتوماتيك، عربيه فيرنا، الفيرنا بتاعت مصر، اقدر اقول يعني بتنزل باتنين ايرباجز، الفيرنا بتاعت مصر. تقريبا على حسبتي انا العبد الغلبان، تقريبا توصل مصر تقريبا 980 930 900 وكام يا بنوب؟ حوالي 980 حسبتي، 980 990 حسبة العربية دي. ما بتنزلش طبعا بزينون، بتنزل بانوار هيلجون عادي. العربية شكلها حلو مش وحشة. اعملوا شير اللايف ده علشان الناس تبقى عارفة الاسعار وهي بتشتري ايه، محدش يضحك عليك. فكك بقى اللي واحد يقول لك اطلع دبي، يطلع الصين. احنا رحنا الصين وصورنا الفرق ما بين الاسعار في الصين والاردن تقريبا مربح التاجر اللي هو ال 1500 دولار، مقابل اللي انت ما بتحولش فلوس وما بتطلعش بفلوس، والهيدك بتاع النصيبين بتوع الصين والحاجات دي كلها. فالناس اللي عايزه تريح دماغها اركب طيارتك وارجع بالعربيه، ساعه زمن تكون في الاردن ترجع بالعربيه من العقبه، زي الرحله اللي بنعملها كده واحنا مسافرين من مصر للاردن. فالنهارده انا اللي غاظني ان انا شفت اسعار هبله. يعني البيور بلس اللي هي الفئه اللي قبل دي، تتباع ب 1,550 مستعمله. هو بقت سبوبه خلاص، يعني هي بقت سبوبه. اي حد كده عايز يعمل مصلحه يطلع يعمل مصلحه. خليك يعني راعي ربنا واكسب، وانت راجل مشغل فلوس، شغل فلوس بس اكسب بالعقل. ما تكرهش الناس في الفكره، وما تهدمش الفكره وتموت الفكره قبل ما تشتغل عندنا وتنتشر في مصر. انا ما بقولش ما تتاجرش، تاجر واعمل كل حاجه بس بما يرضي الله وترضي الناس وترضي ضميرك. اكسب 10,000 20,000 30,000 200,000 بس بالراحه. مش عربيه زي دي تقف هنا عليك بكام يا ابني؟ دي قلتها انا عشان انا مش فاكر. من 29 ل 31، 29 ل 31 يعني كام بالمصري؟ ممكن توصل ل 32. يعني ما توصلش مليون 400 ولا مليون 500 ولا دي البرو؟ دي البرو، انا اسف، دي البرو، دي البرو. المهم يعتبر ارخص من مصر تقريبا بحوالي 200,000 جنيه. انت اقعد احسبها كده مع نفسك وشوف الاسعار اللي على الجروبات وهتعرف ان انا بتكلم صح. فالنهارده انا قلت كده اجيب لكم العربيتين دول من الفئه الاقتصاديه العاليه شويه، ومن الفئه الاقتصاديه اللي انت ينفع تشتغل بيها اوبر وكريم. عقلك في راسك، اركب طيارتك ساعه وترجع بيها، ومحدش يزعل مني، وانا مش قاصد حد عشان ما حدش يفهم حاجه غلط. الناس بتسال العربيه بتسعرها كام، بقول لكم اسعارها كام. فاشوفكم على خير، السلام عليكم.